سلام بنات، كنتمنى احوالكم تكون طيبه على خير والصحه ديالكم كذلك، ومرحبا بكم معايا من جديد فيديو جديد. اليوم غنشارك معكم حرشه سهله في التحضير وبمكونات بسيطه واقتصاديه، والاهم كتجي مقرمشه ولذيذه. من قبل ما نبداو كما العاده كنتمنى تضغطوا على زر الاشتراك ولي لايك فضلا منكم وليس امرا. غندوزو للطريقه في التحضير وغنذكر معكم المكونات. كنجيب الاناء اللي غنحضر فيه الخليط ديال الحرشه، كنوضع فيه 3 ديال الكؤوس ونصف ديال السميده الخاصه بالحرشه او البسبوسه او البغرير، تقريبا 425 غرام بالضبط. كنضيف ربع كاس ديال الزيت النباتيه بعبر كاس العنبه كذلك، وكنضيف ملعقه صغيره زبده وقليل من الملح، والملح كيبقى حسب الذوق، وكنضيف كذلك ملعقه صغيره ونصف ديال السكر سنيده. كندخل المكونات مع بعضياتها حتى كنلاحظوا ديك السميده تلبسات لينا مزيان بالزبده والزيت. مباشره كنضيف كيس ديال خميره الحلويات فئه 8 غرام، وكنضيف كذلك ملعقه صغيره مملوءه ديال خميره العجن حبيبات. ثم كنمزج المكونات من جديد حتى ما كتبقاش تبان لينا نهائيا ديك الخميره اللي ضفنا ملعقه صغيره حبيبات. من بعد كنضيف الماء دافئ كيبقى حسب النوعيه ديال السميده. بالنسبه لي انا هنا دخلت 2 كيسان بعبر كاس العنبه بالضبط. ودائما ضيفوا الكاس الاول دفعه واحده، وبالنسبه للكاس الثاني ضيفوه على دفعات باش تحكموا في الخليط ديال الحرشه. في الاخير خاصنا نحصلوا على خليط اللي تيكون رخو، ما يكونش مجموع، وفي نفس الوقت ما يكونش جاري بزاف كما كتلاحظوا هنا. في الاخير بلي غنحصل على الخليط النهائي. ودائما الخليط ديال الحرشه كنخدموه بالاصابع ديال اليد باش ما يجيناش الخليط مدقس وما تجيناش الحرشه مدقسه ومعجنه من الداخل. ثم مباشره كنغطي عليها غير فقط بما نحضر المقلاة اللي غنوضع فيها الحرشه الطيب. مباشره كنجيبها وكنزول عليها بلاستيك الغذائي كما كتلاحظوا الشكل ديالها هنا رخو. ثم كنجيب المقله اللي دهنتها بالزبده ورشيتها كذلك بالسميده رقيقه، وكنفرغ الخليط ديال الحرشه كما كتلاحظوا عن قرب. مباشره كنبدا نورقو او نقرصو حتى كنحصلوا على الاطار ديال المقله بهذا الشكل هذا. وكنجيب قليل من السميده الرقيقه وكنرشو من الفوق، وفي نفس الوقت كنورقها وكنقاد ليها الجوانب بواحد السباتيلا باش تجينا مقاده ما تجيناش مشقه. ثم كنجيب كذلك قليل من السميده وكنغطيو لها ديك العيوب اللي كتكون من الفوق بهذا الشكل هذا. وكنجيب في الاخير واحد كيغدون وكنوضع ثقوب باش بالوقت اللي نكونوا كنطيبوها ما ديرش لنا فقاعات ويجي الشكل ديالها مقاد. هنا غندوزو لمرحله الطياب اللي هي مهمه. بالنسبه للمقلاه ديال الحرشه ما كنخليوهاش في الوسط، كنبقاو ندوروها بهذا الشكل هذا باش طيب في الجوانب وتجي اللون ديالها موحد. كذلك باش كنعرفوها طابت من اسفل كنلاحظوها نشفات من فوق. ثم كنجيبها في هذه الاثناء وكنقلبها على الوجه الاخر باش نطيبو بنفس الطريقه كما كتلاحظوا هنا. هذا الوجه اللي كان في الاسفل، ثم كنرجع طيب كذلك بنفس الطريقه اللي طيبنا بها الوجه الاول. من بعد ما وجدات كيبقى هذا هو شكلها النهائي، حرشه اللي حضرناها بمكونات اللي بسيطه واقتصاديه. كذلك الطريقه اللي شاركت معكم ديال الطياب اللي كتخلي الشكل ديالها كيجي موحد. غنقطع معكم قطعه كيف ما عودتكم دائما. حرشه رائعه احسن من ديك اللي كناخذوا من المحلات. كنقرب لكم الشكل ديالها هنا عن قرب، غنقطعها معكم اكثر من بعد ما رافقتها بالفرماج والعسل. كما كتلاحظوا الحبيبات ديالها كتجي مفرزه. كنتمنى فعلا تجربوها لانك تستحق التجربه، وردوا عليا في التعليقات وبارطاجيو الوصفه. وشكرا لكم، مع السلامه، الى فيديو اخر باذن الله.